يسري ليل ونهار ومدور ابن وقيل دور احيا الميت سلى وبور ابن وقيل هذا له دور علم الغيب في كفه وصور ابن وقيل دور يسري ليل ونهار ومدور ابن وقيل كم داوى الخور كم خيط الاشرف وصور ابن وقيل يا الاخوان نور هنيت اللاين واللي تحول لابن وقيل دور يسري ليل ونهار ومدور ابن وقيل الاحوال دور احيا الميت سر وبور ابن وقيل هذا له دور علم الغيب في كفه وصور ابن وقيل دور يسري ليل ونهار. الله الذي خلقكم، هذه دلائل على أن الذي يستحق العبودية هو الله عز وجل، لا تلك الأصنام ولا تلك الأنداد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل استفهام الإنكار والنفي، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ وأتى بمن قبل شيء للتأكيد، لعموم التأكيد النفي. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء من الخلق والرزق والإحياء والإماتة؟ الجواب لا، ولذلك نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يشركون. من فوائد هذه الآية في الجملة التي نحن بصدد الكلام عليها أن من ادعى علم الغيب في المستقبل فإنه كافر. وجه الدلالة أنه تكذيب لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تدري ماذا تكسب أنت فعدم علمك بما يكسبه غيرك من باب أولى. فمن ادعى علم الغيب في المستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل نفسه فإنه يكون مكذبا لهذه الآية. وتكذيب القرآن كفر صراح.